إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخوتي في الله، كلمة نتذكر بها إن شاء الله، ولعل من بعضنا من هذه الكلمة تؤثر فيه، وكلنا ننصح بعضنا البعض، فنحن مسلمون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمرنا بالتناصح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. طبعا راعني وراعى الكثير من الأخوة وراعى الكثير من المسلمين. أحزننا جميعا ما يحدث على ساحات المواقع الإسلامية من تنابز بالألقاب بين الأخوة المسلمون، وكل واحد بيتشعب وكل واحد بينحاز لدولته. فهذا مصري يسب سعودي، وهذا سعودي يسب مصري، وهذا كويتي يسب عراقي، وعراقي يسب كويتي، وهكذا في هذه الدائرة الآسنة، هذه الدائرة العفنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث كلام بين سيدنا بلال وسيدنا أبا ذر، عندما عاير أبا ذر سيدنا بلال لأن كانت أمه أعجمية، وكانت كما جاء في الحديث: وكانت أمه أعجمية فنلت منها. سيدنا أبا ذر بيتحدث فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد سيدنا بلال، فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو أفضل مني ومنك، من هو أفضل من العراقيين ومن الكويتيين ومن المصريين ومن غيرهم. قالها لسيدنا أبا ذر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلماذا يا أخي وسبحان الله تجد السب واللعن يتبادل لمجرد إن هذا مصري وإن هذا سعودي وإن هذا كويتي؟ سبحان الله، إن تلك كل الأسماء ما أسمانا بها إلا الاستعمار. فنحن جميعا مسلمين، ونحن جميعا نقول هذه الكلمة. كل واحد مننا يقول: أنا أفتخر بأني مسلم، أنا فخور إني مسلم. إحنا مش عايزينك تبقى فخور إن أنت مسلم، إحنا عايزين الإسلام بقى يفخر بيك أنت. كفاية لحد كده إحنا فخورين بالإسلام، لكن إحنا عايزين الإسلام هو اللي يبقى فخور بينا. إحنا كلنا طمعانين في الجنة، كلنا بلا استثناء طمعانين في الجنة. يعني هذكر هذا الحديث في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خير قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. يعني لا هيكون في أنعم أهل الدنيا، كل الخير عنده عربيات، عنده لبس، عنده أكل، عنده شرب، يغمس في النار غمسة واحدة. فيسأله الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بحاله ويقول له: يا ابن آدم هل رأيت خير قط؟ هل مر بك من نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط أو شقاء قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيأتي بأشقى أهل الأرض، ثم يقول له، يغمسه في الجنة غمسة واحدة: اللهم ادخلنا الجنة يا رب العالمين. ويقول له: هل رأيت شقاء قط؟ بهذه الغمسة سينسى آلام كل الدنيا. فنحن أخي المسلم سبحان الله نتطلع إلى الدنيا، نتطلع إلى الجنة، نتطلع إلى الجنة ونسعى إليها من خلال الدنيا. فنحن في يعني كما يقال، فأنا مصري كما يقال بالمصرية، احنا في أفا حسنة، محتاجين ولو حسنة واحدة. فليه سبحان الله يعني احنا يعني أقلنا جدا من عمل الخير؟ لا مش كده وبس، فنسعى كمان إلى فعل الشر. فبمجرد يوضع كليب مثلا على موقع مثل موقع اليوتيوب، يتحط كليب صغير جدا، ممكن يكون لعيب كورة جاب جون، ممكن يكون مشهد يعني مثلا منظر طبيعي، طائر او حيوان مفترس، فتلاقي ده داخل قال له: هم السعوديين كده، وهم المصريين كده، وهم الكويتيين كده، وسبحان الله ويمنيين كده، وهذا الكلام الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى ولا يرضى النبي ولا يرضى به احد من المسلمين اجمعين. فيا اخي سبحان الله، تب الى الله، تب الى الله من الان. يعني يكفي انك لا تسب، يكفي انك لا تسب. وان سبك احد فانت سبحان الله قل له: سامحك الله، والله العظيم ما هو ضعف،
اقسم برب العزة ما هو ضعف، لان مش راجل اللي يشتم عبر شاشات النت. ايه يعني انت قاعد في بيتكم وبتشتم فلان وبتشتم فلان وبتشتم فلان؟ ايه المرجله وايه الجدعانه في كده يعني؟ فسبحان الله. فانت عندما تعفو وتصفح فان لك الاجر ان شاء الله. فنحن نريد يا اخوه ان يفتخر بنا الاسلام ونفتخر نحن ايضا بالاسلام. فبالله عليكم يا مسلمين، يعني ابدا بنفسك، مالكش دعوه بغيرك، مالكش دعوه باللي بيشتم. ما تقولش انا جربت وهم رجعوا تاني وشتموا تاني. بالله عليك يا اخي دعك من هذه الشتيمه. انا مصري واقسم بالله العظيم انا احب كل السعوديين واحب كل الكويتيين، كل من هو مسلم ويتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويحترم الاسلام ويحترم الصحابه ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى، فانا احبه بقدره تقربه الى الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب اهل السنه والجماعه. فنحن نحب المسلمين جميعا، ودرجات المسلمين بدرجه قربه من الله سبحانه وتعالى. فانت يا اخي ان كنت لا تفعل خيرا فبالله عليك فلا تفعل شرا. يأتي يوم القيامة والموازين هتكون يعني محتاج لحسنة واحدة عشان الميزان بتاعك، عشان يعني يعيذك الله سبحانه وتعالى من النار. هتكون في محتاج حسنة واحدة فقط. سيئة ممكن تودي بك إلى النار جهنم. سيئة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا تلقي به في النار 70 خريفا. فبالله عليكم يا أخوة فلنكف عن هذا السب. ويا رب يا رب ربنا يصلح حال المسلمين وينصرنا جميعا. ويا رب ما يطلعش واحد ويشتمني أنا سبحان الله مجرد بذكر بس بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.